مرحبا بكم البنات، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير والصحه تاعكم لاباس. وانتم تشوفوا فيديو تاع اليوم. اليوم طليت عليكم مقروط الكوشه مرمل ومعسل حتى للقلب يا البنات، ولا اروع والله. جربوه وانتم مغمضين عينيكم. كيما راكم تشوفوا راه الصور توضح للروحه. بسم الله نبدا وصفتنا تاع اليوم. هنا نحتاجو 3 كيلات سميد كيما راكم تشوفوا هنايا. هنايا راه سميد متوسط، ماهوش خشين كامل تاع القلب اللوز، وماهوش رقيق تاع الخبز، عادي متوسط. هنا نقرب لكم باش تشوفوه مليح. هنا ندير 3 كيلات. ونحتاجو مغرف افاني وقرصه تاع ملح. هنا نحتاجو مغرف سكر وزوج مغارف فرينه. راح نخلط جميع المقادير مع بعضهم، ومن بعدها نضيف السمن تاعي. السمن يا البنات لازم راني نأكد ونعاود لازم يولي بارد. هنا راني ذوبته في الميكرووند ومن بعد خليته حتى نبرد لي وبديت نستعمل فيه. راني ما استعملتوش وهو حامي. هنا ضفت له الزيت، ومن بعد راح اكيد ديري الكيله ما تكمليهاش 8 وضيفي عليها الباقي الزيت. هنا راني راح نبسس الخليط تاعي مليح، ندخل كامل السمن تاعي مع الخليط. هنا بعد ما بسسته مليح، شوفوا البنات راني درتو في حاجه شويه كبيره، كانت هذيك قابلتني خليت هذه عندي اكبر حاجه درتو فيها. كما راكم تشوفوا هنا بعد ما بسسته مليح راني درتو هنا وخليه يتبسس. كاين اللي يخلوه يبات البنات، انا ما خليتوش فوق ساعتين. كما راكم تشوفوا هنا نجيو نخدموا الغرس البنات. انا ما نشتيش نستعمل المشري اللي يتباع غرس تاع المقروط هذاك منقي واجد. انا نشتي نقيه لروحي تولي فيه بنه احسن، وثاني تولي فيه بنه زمان. كما راكم تشوفوا راني نقي في الغرس تاعي باه يجي المقروط تاعي بنت والله الله. البنات كي تعودوا تنقوا في الغرس حاولوا انكم ديروا شويه زيت في ايديكم باه ما تعييكمش وانتم تنقوا فيه. راح عندي تقريبا شريت 400 غرام نتاع التمر وخدمت بها. هنا دارت لي كملت لي الكميه، وبقاولي منها 7 كريات ولا 8. صافي تقدروا تشوفوا 300 غرام تجيكم قد. هنا بعد ما تنقل الغرس تاعي مليح رايحه نعجنو. بعدها نبدا نضيف له الاضافات، نعجنو مليح قبل من بعد راح نضيف له واش راني راح نضيف له. هنا بعد ما عجنت الغرس تاعي مليح راح نضيف له مغرف صغيره سمن، وندخل هذاك السمن مليح في الغرس تاعي. هنا بعد ما دخلت السمن في الغرس تاعي مليح راح نضيف ماء الزهر. البنات حاولوا انكم ما ترخفوش نزهه بالمظهر، ديري كميه قليله برك.
هنا بعد ما دخلت المزهر تاعي في الغرس مليح، رايحة نوزن الكرات تاع التمر. راني بعد ما درت السيلوفان على الميزان تاعي، رايحة نوزن 12 غرام 12 غرام للوحدة، للكرية الواحدة. كيما راكم تشوفوا البنات هنايا، راه موضح في الفيديو. البنات اللي موالفة تخدم في الكاطو اصلا راه يجيها الروح والعبر، مرة الاولى صح توزن، من بعد خلاص يعود يجيها قد قد. واللي ما عندهاش الميزان عينها ميزانها اكيد. كما راكم تشوفوها، اللي تولي موالفة اصلا تولي مقيدة للعبر للروحة. واللي ما عندهاش الميزان البنات عينها ميزانها، راه مش بالضرورة تولي كاينة متوفر هذو الحوايج باه نديرو حنا واش رانا حابين في ديارنا. هنا بعد ما خليت الخليط ارتاح ساعتين، نضيف له الماء وماء الزهر. كما راكم تشوفوا هنا القوام نتاعو، تحسوه باللي راني درت له الماء. هنا راني ما درت له حتى حاجه، برك به تبسس مليح. كما راكم تشوفون راني نحتاج نفس الكيله، ندير نصها ماء ونصها ماء الزهر. واللي عندها عطر ماء الزهر تضيفه ثاني مع الخليط هذايا. انا كان ما عنديش ما ضفتش عادي، مش بالضروره تولي كاين. شوفوا البنات هنا راني حكمت شويه من الكميه، ربع الكميه نتاع الخليط، ورايحه نضيف لها الماء وماء الزهر. البنات ما تشمخوهش كامل، مش كامل تحكموه، ديروا له الماء وماء الزهر راح ينشف لكم. لكن ما راكم تشوفوا يعني ضفت قليل من الخليط، ومانيش راح نعجن، راني نخدم بصباعي برك كما راه موضح لكم في الفيديو. ورايحه نخليه 5 دقائق هاك، 3 دقائق، ونرجع ليه نلقاه اصلا ينشف. كي ينشف نعاود نزيد نشمخه بنفس الطريقه. وما تعجنوش يا البنات، اخدموا بصبعكم برك. هنا بعد ما تلمت لي العجينه، رايحه نبدا نوزن فيها. هنا نحتاجو 45 غرام للعجينه. هنا بعد ما وزنت الكميه اللي درتها كامل، رايحه ندير لها الغرس من داخل. كما راكم تشوفوا نفسها هاك ونسكرها، نحاول ما ندخلش معاها الهواء. البنات كتدخلوا معاها الهواء راح تغبنكم وما تخليكمش تطبعوها مليح. كما هكا تفتحيها مليح وتحاولي انك تخرجي الهواء منها. هنا البنات راني جبت الطابع نتاعي. البنات اللي عندها طابع واحد اخر تستعملوه، مش بالضروره تستعملوا هذايا. هنا راني دهنته بالزيت ورايحه نطبع به. كما راكم تشوفوا البنات، حاولوا انكم ما ديروش ما تطبعوش هذا الطابع على ايديكم، لانه راح يجيكم الشكل مش معدول. ديريه
على الطابلة وخدمي. وحاولي انك بعد ما تخرجيه تنحيه واحدة واحدة. كما راكم تشوفوا الحبة هي جاية قد قد. حبيباتي، لو وصلتوا لهذه المرحلة من هذا الفيديو، ما تنساوش الاشتراك وجيم وتعليق زينون كما نتوما. والبنات اللي راهم يطلبوا في البقلاوه، يا البنات والله غندير لكم البقلاوه. برك راني ما لسه ما صرفتش المصروف تاع حلويات العيد، راني قلنا نصرفهم ندير لكم البقلاوه. البقلاوتي الزينه اللي ماهيش مخليه فيكم قاعدين، زينه كيما نتوما. المهم حبيباتي، راني كيما راكم تشوفوا راني ندير نشكل في حبات المقروطه تاعي. هنا بعد ما شكلتهم كامل، هذا الدفعه الاولى برك، مازالت كميه واحده اخرى. يقطع كميه كبيره يا البنات، واللي حابه اكثر تزيد واللي حابه اقل تنقص. سيرتو اللي تعلموا ديري بشويه وكي تتعلمي انطلقي. هنا البنات بعد ما طابلي، شوفوا البنات اكيد رايح يتشقق، لانه مقروط التمر. انا من قبل كنت ندير مقروط الكاوكاو مستحيل يتشقق، بصح التمر به يطيب يتفتح من داخل كما راكم تشوفوا. انا سيرتو انا بها عندي كوشتي في الوسط قادره شويه، مش كيما ماهيش ناقصه. قد ما نقصها تولي قاويه. هنا راني ديرتها على درجه حراره 160. شوفوا الحبات اللي كانوا في الاطراف ما تشقوش، اما الحبات اللي كانوا في الوسط كامل تشقولي. والمقروط اكيد يتشقق، ما تخافوش منه. كما راكم تشوفوا هنا نعسل في المقروط تاعي. العسل نفسه اللي خدمته انا، نخلي لكم الرابط تاعو لتحت في الوصف. تحكمي العسل تاعك، ديروا الماء الزهر، اكيد المقروط يولي حامي والعسل تاعك يولي بارد. وخليه يتعسل على غرضه، تحبي تخليه يبات، تحبي ساعتين 3 وتنحيه ويجيك مرمل ومعسل حتى للقلب. جربوه البنات والله ما تندموا. كيما هنا تزيين البنات، انا نشتي المقروط نزينو بالرجلان. برك هنا على جال التصوير راني زدت ضفت له اللوز والكرز المصبر. البنات تزيين اختياري، ديروا واش عادكم، مش بالضروره انكم تبالغوا باش ديروا حاجه وتفرحوا بها وليداتكم. ديري واش عندك وخلاص. كما راكم تشوفوا البنات، هنا هذه هي النتيجه. شوفوا البنات، هاني قصيت معكم حبه باش تشوفوه من داخل. والله يا البنات مرمل يهبل. ما نقدرش نوصفه لكم حتى تجربوه وتذوقوه كيما تشهيتوا انكم تاكلوه معايا. حبيباتي، هنا وصلنا لنهايه هذا الفيديو. ما تنساوش الاشتراك وجيم وتعليق زينا كما نتوما. في امان الله وحفظه، مع السلامه.